السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المتابعين، وأهلا بكم معنا إلى فيديو جديد، وهذه المرة مرة أخرى مع عم إبراهيم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتستفيدوا إن شاء الله من الفيديوهات القادمة، وأخبروا أصدقائكم كذلك. إذا إخواني، نبدأ مع العم إبراهيم، هذا الشخص الغريب الأطوار والغريب البركات إن صح التعبير. هذا الشخص يبحث عن الأفاعي على عكس طبيعة الإنسان الذي يفر من الأفاعي والحشرات السامة، فهذا الشخص يبحث عنها، بل ويذهب إلى الأرياف والوديان من أجل البحث عن الأفاعي السامة، ويتعامل معها كأنه يتعامل مع حيوانات أليفة مثل القطط مثلا، فهو يلاعب الأفاعي ويمسك بها ولا تلدغه. لا ندري هل ذلك كرامات من الله أم سحرا أم شيء آخر، الله أعلم. مثل هؤلاء الأشخاص موجودون في المغرب بكثرة، حيث أنهم يقومون بالإمساك بالأفاعي، ومنهم من يعمل على ترويضها ومشاركة في المهرجانات وساحات الألعاب أو الساحة العامة، حيث يشاهد كثير من الناس. ومنهم من يقوم ببيعها للمختبرات التي تعمل على إنتاج السم من تلك الأفاعي لأغراض طبية. كما تشاهدون أصدقائي الأعزاء، فإن العم إبراهيم قد واجد ربما ظلته، وقام بإنزال حقيبته من على ظهره، وأخرج المرآة الصغيرة، ويقوم بعكس ضوء الشمس إلى داخل الجحر الذي يشك أن الأفعى أو الثعبان يجاد فيه كما تشاهدون. وهو الآن يعكس ضوء الشمس بالمرآة صغيرة حتى ينظر ماذا يوجد داخل الجحر، فإذا تأكد أنه يوجد ثعبان داخل الجحر سيقوم بالنبش عليه لكي يخرجه، وبذلك يكون قد فاز عليه فوزا مبينا. إذا كما تشاهدون العم إبراهيم قد واجد ظلته وبدأ بالحفر. هل هو متأكد من وجود الثعبان داخل الجحر أم لا؟ ذلك ما سنعرفه بعد قليل. انظروا كيف يضيء أشعة الشمس داخل الجحر. صراحة أنا لا أرى شيئا، لكن هو في الطبيعة وحرفته وهو عمله يقوم به طوال الوقت، يعرف ماذا يريد ومتى يريد. كما تشاهدون بدأ بالحفر. من طبيعة التربة على ما يبدو أنها تربة سهلة الحفر، تربة رملية كما تظهر في الصورة، وهو يستمر في الحفر من أجل. انظروا، لقد أمسك بالثعبان، بدأ بإخراجه كما تشاهدون، ويتعامل معه برفق حتى لا يؤذيه. قد خرج، ما شاء الله. انظروا يا إخواني كم هو كبير هذا الثعبان، وهو مستعد للهجوم. وهذا النوع من الثعابين سام جدا. انظروا كيف يسير ورأسه مرفوعة، ويريد مهاجمة العم إبراهيم، لكن هذا الأخير له بالمرصاد. انظروا كيف يقوم بترويضه حتى يسهل الإمساك به. انظر شوش، ما شاء الله. انظر كيف يقوم بالدفاع عن نفسه الآن بتلك العصا، ويمسك به من ذيله بكل سهولة. خلاص انتهى كل شيء. أوه. عفوا. بل وإنه يقوم بملاعبته كما تشاهدون. إخواني، لا أدري صراحة، أنا شخصيا لا أعرف هل هذه كرامات أم تدريب يتدرب عليه الإنسان. لكن إذا كان تدريب فكيف تكون المعاملة؟ نعلم أن في التدريب يكون هناك أخطاء، وطبعا أن تدرب أو تروض أفعى سامة فإن الخطأ يكون قاتلا في هذه الحالة. لكن هذا الشخص كيف تمكن من تعلم هكذا حرفة حتى صار يلاعب الأفاعي كما لو كان يلاعب قطا صغيرا؟ انظر، حتى الأفعى تقف على نصف جسدها ورأسها للأعلى وتريد أن تهاجمه. هؤلاء الأشخاص كما قلت لكم في البداية موجودون بكثرة في المغرب، لكن الأفعى لا تجرؤ على مهاجمته. انظر،
إنها تحاول الهجوم عليه لكنها تتراجع. ما الذي يجعلها تتراجع؟ ماذا ترى؟ انظر. أوه، لقد صارت تفر منه الآن، وهو يعاملها بكل سهولة ولا يخاف منها. انظروا كيف يقوم بالإمساك بها، لكن السؤال هنا دائما يمسك بها من الخلف من ذيلها، لماذا لا يمسك بها من رأسها؟ لا أدري، ربما قد تكون تلك هي الطريقة التي يمكن الإمساك بالأفعى بها دون أن تؤذيه. كما تلاحظ النوع الأفعى، هذا النوع من الأفعى هو شبيه بأفعى الكبرى الإفريقية، لكنها سامة جدا. هذه أيضا لا تبزق بالسم لكنها سامة جدا. أنا أعرف هذا النوع من الأفعى يكون سام جدا. طبعا أعرفه من خلال الحكايات وكلام الناس، ولا أعرفه شخصيا. طبعا ليست لي تجارب مع هكذا حالات. سبق وأن شاهدت أفاعي في البرية حتى أنني قتلت بعضها، ولكن مثل هذا لا، لم أتعامل معه من قبل. تعاملت مع أفاعي صغيرة، لكن هذا الحجم وهذا النوع من الأفاعي فهو خاطر جدا، كما نعرف خاطر جدا. انظروا كيف يتعامل معه، حتى أنه يقوم بالهجوم عليه والتراجع. لماذا يتراجع يا ترى؟ هل يرى شيئا لا نراه نحن؟ الله أعلم. هكذا أشخاص صراحة لا أعرف، أهم سحرة؟ لا أدري، الله أعلم. أهم يعني لهم كرامات؟ الله أعلم طبعا. انظر كيف يتعامل، كيف يمسك برأسه. خلاص، أمسكه الآن من رأسه. انظروا أنيابه كيف يخرج أنيابه بهذه القطعة من الحديد. انظروا أنياب الأفعى كيف هي. السر يكمن في تلك الأنياب، فهي سامة جدا وبها تلدغ الإنسان والحيوان، حتى إن لدغتها قد تقضي. في المغرب كل سنة يموت الناس من لدغة الحيوان والعقارب. هذا معروف عندنا في المغرب، خصوصا في الأماكن شبه الصحراوية. في المنطقة الشرقية تنشط هناك الأفاعي السامة بشكل كبير جدا، لكن في باقي المناطق كالمنطقة الشمالية حيث أتواجد أنا فلا يوجد شيء. وكما تشاهدون قد انتهى كل شيء، فالعم إبراهيم قد أدخل الأفعى في الكيس وخلاص، ويشرح لنا ماذا حدث. إذن إخواني، حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.